مع بعض شويه. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده موضوع التوتالي انترنال ريفليكشن. بص يا اساتذه، توتالي انترنال ريفليكشن ببساطه الفكره كلها ان انت حضرتك المفروض ان انت تتحرك من ميديم لميديم عشان تحقق شرط مهم. ايه هو الشرط المهم ده بقى؟ عندك ان انت تبقى عندك الانجل سيتا بتزيد عن الانجل فاي طول الوقت. طبعا لو رجعنا للرول بتاعنا اللي هو ساين الفاي اوفر ساين السيتا ايكوال n2 على n1، هنلاقي ان كل ما الان تزيد الانجل بتقل والعكس. طب دي اضمنها ازاي؟ انا كده عايز ان انا اروح لان كبيره ولا لان صغيره؟ انا بقول انا عايز الانجل اللي هي بتاعه الريفراكشن دي تزيد، يعني الان التانية اللي قصادها تقل. الكلام ده هيتم ازاي؟ يبقى انت لما تيجي تعمل اهم حاجه عندك في الموضوع ده ان انت تتحرك من ميديم عنده ان كبيره. يعني مثلا احنا هنقول مثلا ان احنا هنتحرك وليكن يا عم من جلاس رايح مثلا لاير. المعلومه بتاعت الجلاس عندي ان الان بتاعته 1.5، المعلومه بتاعت الاير ان الان بتاعته ب1. يبقى الشرط عند حضرتك دلوقتي لو ركزت ان انت اول حاجه تتحرك من ان كبيره لان صغيره. طب ده ليه؟ عشان لما الانجل سيتا تزيد بالشكل اللي احنا شايفينه ده اضمن ان انا لو نزلت بانجل فاي اعلى شويه زي ما احنا هنعمل كده شويه تحقق لي الحاله اللي يبقى فيها اللاين ماشي على السيبريشن سيرفيس كده. اللاين لما يكون ماشي على السيبريشن سيرفيس يعني عامل لي انجل هنا 90، الانجل دي اللي هي حاله من حالات الانسيدنس بنسميها فاي سي. ليه بقى؟ لان الانجل دي لو انا زدت بعدها تاني، يعني فرضا ان انا مثلا مشيت اللايت تاني كده بانجل اعلى شويه، اللي هيحصل بالظبط ان الراجل بعد كده مش هيلاقي ان هو هيقدر يعمل حاله ريفراكشن، لا ده هيعمل حاله ريفليكشن. يعني هيقدر يدخل كل الانرجي بتاعتي بشكل توتالي ريفليكشن جوه الميديم، وده الغرض اصلا من حاله الكريتيكال. يبقى غرض حاله الكريتيكال هنا لو ركزنا ان انا اكون واصل لمرحله اقدر من خلالها، نركز بقى مع بعض، اقدر من خلالها ان انا اقدر اتحكم امتى اللايت يعمل حاله الريفراكشن وامتى اللايت يعمل حاله الايه الريفليكشن. طيب بتركيز بقى بسيط عشان دماغنا ما تلفش كتير. الموضوع يا اساتذه شرطه ان انا عشان اوصل لحاله من حالات الانسيدنس اسميها كريتيكال، الشروط عندي كالاتي. اول حاجه ان انا اكون في ميديم في هاي ريفراكتيف، ايوه كده، هاي ريفراكتيف ايه بقى اندكس، يعني الان بتاعته تكون اعلى. طيب يعني الان بتاعت الانسيدنس اعلى، الان بتاعت الانسيدنس اللي هي ترتيبها 1 تكون اعلى من الان 2. طيب او في ميديم في لو سبيد. طب اشمعنى؟ عشان احنا نعرف من قبل كده ان الفي والان عكس بعض، يبقى كده تبقى الفي 2 هي اللي اعلى من الفي 1، يعني اكون رايح لميديم اللايت فيه اسرع، او الان بتاعته هو بالظبط كده هي اللي اكبر، او زي ما بيتقال عليه كلمه دنسر ميديم. دنسر يعني اقصد بيه، او اوبتيكال دنسر يعني في دنستي عاليه، ماشي الكلام، يعني كلمه دنستي او دنسر دي اقصد بيها هاي دنستي. يبقى دي الشروط للحدوث كريتيكال انجل، ومن ثم طبعا بعديها ان انا اقدر احقق حاله التوتالي انترنال ريفليكشن. لان حاله التوتالي انترنال ريفليكشن يا شباب لو ركزنا هنلاقي الحالات اللي عندي للفاي، والله لو انت اقل من الكريتيكال زي الحاله دي الراجل هيعمل ريفراكشن عادي جدا مفيش اي مشكله، هيطلع فوق. طيب لو انا قد الكريتيكال بالظبط هعمل ريفراكشن برضو بس بانجل كام يا عم؟ ايوه 90. لكن لو انا اكبر من الكريتيكال اللي هي الحاله اللي احنا عايزينها، الفاي تكون اكبر من الكريتيكال انجل، ده هيضمن لي ايه هنا؟ نركز بقى مع بعض. ده هيضمن لي ببساطه ان انا اوصل لحاله توتالي انترنال ريفليكشن. توتالي انترنال ريفليكشن. طيب نركز بقى مع بعض. يعني الكلام ده الشروط بتاعتي لتحقيق الكريتيكال او ان انا اكون عارف رقم الكريتيكال لاي ميديم، ده مهم جدا بالنسبه لي عشان اقدر احدد الباس اوف لايت هيمشي ازاي. تعالوا نشوف زي ايه مثلا. اول حاجه احنا لو بصينا على حاله الكريتيكال كده يا شباب بتركيز كده بسيط، هنلاقي ان الحاله دي بيكون اللايت نازل بالشكل ده، عامل لي هنا انجل كريتيكال قصادها ريفراكشن بانجل كام؟ 90. تعالى طبق سنيلز لو كده، اللي هو بيقول لي ساين الفاي سي طبعا في الحاله دي على ساين مين المره دي 90 اللي هي الريفراكشن اللي قصادها ايكوال ان مين؟ ايوه 2 على ان 1. قلنا الشرط عشان يتم ان لازم مين اللي تكون اعلى؟ الان 1 هي اللي تكون اعلى. واحد يقول لي لا انا ممكن اعملها كده، ساين الكريتيكال على ساين ال 90 تكون ايكوال في 1 اوفر الفي 2 برضو ولا هتفرق. ليه بقى؟ لان ببساطه انا عندي في 1 وفي 2 هنا بالنسبه لي ببساطه خالص الانجل او سوري الفيلوسيتي عندي اللي هي في 1
هي اللي هتكون اقل من الفي 2. المهم ان انت بتستخدم القانون على حسب الجيفن اللي قصادك. تمام. في نقطة مهمة، في ناس دايما بتعتبر ان ال N2 ده الاير او بتخليها 1. القانون ده صح بس سبيشال، لان مش دايما ان انا لازم اكون خارج للاير هنا، ده مش بالضروري، ممكن يكون اي ميديم. المهم ان انت عندك يبقى ال N2 اقل من N1. يعني مثلا ببساطة عشان دماغنا ما تلفش كده، ممكن ناخد اكزامبل سريع يفهمنا احنا عايزين نعمل ايه بالظبط. يا عم ممكن مثلا يقول لك from the figure، من الشكل اللي قصادك ده، ركزوا بقى معايا. الشكل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا متحرك هنا من اير مثلا رايح لجلاس. نركز بقى نشوف هو الراجل عامل ايه. ادي اللايت نازل بالشكل ده، وجزء منه عمل ريفليكشن، وجزء تاني عمل ريفراكشن. بس قال لي اعمل حسابك، طبعا المسألة ممكن تيجي مكتوبة مش مرسومة، اعمل حسابك ان الريفلكتد راي والريفراكتد 1 عاملين انجل 90. وقال لك يا عم ان هو مثلا نازل لي هنا بانجل ولتكن مثلا 60 مثلا. طيب هتعامل ازاي مع سؤال زي كده؟ طبعا 60 يبقى الانجل اللي هنا هتبقى كمان مين دي؟ ايوه 10 على 10. الراجل ده عامل ريفليكشن يعني بنفس الانجل، يبقى دي 60. طب ما انا ممكن استغل ال 90 اللي هنا دي واكمل ال 180 كلها. فين ال 180 دي؟ هو مش الراجل ده كده لو انا عملت الانجل دي كلها هتبقى كلها 180 صح؟ 10 على 10. 60 و90 يبقى اللي فاضله هنا كام؟ 30. بالحركه اللي احنا عملناها دي يبقى انا كده وصلت ان انا طلعت السيتا اللي هي بانجل 30. طب وانا بعمل كل الكلام ده ليه؟ هو طالب مني ايه يعني؟ بيقول لي فايند الكريتيكال انجل وين اللايت بتاعي موف فروم الجلاس تو اير، لما يتحرك من الجلاس رايح لمين؟ للاير. فطبعا عشان اقدر اعمل حركه زي كده لازم يكون عندي الريفراكتيف اندكس بتاعت الجلاس. هل انا كده هقدر اجيبها؟ عادي جدا. نركز. ببساطه هقول له يا عم ان انا عندي ساين الحاله الاولى بقى اللي هي الفاي كانت 60 اوفر ساين السيتا اللي هي كام؟ 30. يا ببساطه كده لو ركزنا هنلاقي هو انا دلوقتي متحرك من اير تو جلاس، يبقى ال N2 هي الجلاس في الحاله دي. يبقى كده ده N جلاس اوفر ال N ايه؟ اير 10 على 10 اللي هي 1. طيب لما نيجي نعوض بالارقام، ساين ال 60 اللي هي روت 3 اوفر ال 2 اوفر ساين ال 30 اللي هي الهاف. طيب ببساطه يبقى هيطلع في الاخر ان ال N جلاس ايوه 10 على 10 هتطلع في الاخر N جلاس بكام؟ بروت 3. كده جبت ال N جلاس صح؟ لما اجي اجيب بقى الكريتيكال في حاله زي كده، ركزوا معايا. الموضوع ببساطه هيتم كالاتي يا اساتذه. هنروح قايلين ايه بقى؟ نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها. انا دلوقتي المفروض ان انا عايز اجيب كريتيكال، يبقى المفروض ان انا اتحرك من الان الاعلى الجلاس، يعني هشقلب الباس اوف لايت بالشكل ده. يبقى لو ركزنا كده هنلاقي طالما انا شقلبت الباس اوف لايت يبقى هلاقي النتيجه عندي هنا ايه؟ دي كريتيكال انجل ايوه 10 على 10 وقصادها 90، بس المره دي جوه مين؟ الجلاس اللي هي طلعناها خلاص بروت 3 من الكيس الاولانيه. والان اير طبعا ب1. يبقى هنفذ بقى نفس القاعده، ساين الفاي بس سي المره دي قصادها سيتا بكام؟ ب 90 ايكوال الان جلاس على الان اير، ولا لا ده الان اير المره دي على الان جلاس لان الترتيب اختلف. يبقى كده ببساطه ساين ال 90 ب 1 ساين الكريتيكال اللي انا عايز اجيبها تمام ايكوال 1 اوفر روت 3. 1 اوفر ايه؟ روت 3. تقدر تعمل شيفت ساين تجيب الكريتيكال انجل عندك عادي بمنتهى البساطه. طيب اي مساله بقى من المسائل اللي من النوع ده تبقى انت مركز قوي في الانات، لعبت كل افكار المسائل في الحته دي على موضوع الان اكبر ولا اصغر، ده مهم بالنسبه لك. يبقى مفيش وجود للكريتيكال الا مع ان كبيره او فيلوسيتي صغيره او ميديوم دنسر. بس ركز لي اكتر على الان والفي، الان كبيره او الفي قليله. طيب نركز مع بعض. من ضمن الابلكيشن المهمه اللي انت ممكن تسال فيها في جزئيه زي كده، هو انا بستخدم التوتالي انترنال ريفليكشن ده في ايه؟ اول حاجه انا ممكن استخدمها في حاجه اسمها الاوبتيكال فايبر او الفايبر اوبتكس، اللي هي بتستخدم حاليا في اسلاك النت في الكوميونيكيشن سيستم، بس طبعا عندنا في مصر الموضوع قليل. الموضوع ببساطه هو بيعتمد على ايه؟ على فكره ان انت بتعمل تيوب كده صغيره. التيوب دي بتبقى عامله مثلا زي الاسلاك الكهرباء بتاعتنا الرفيعه كده زي اسلاك النت مثلا، تمام؟ بس وهي مجوفه ما فيهاش من جوه كبر او حاجه. وماده الاوبتيكال فايبر دي بروح انا هعمل لها ايه بقى؟ ركز معايا. بروح منزل لها هنا اللايت جوه الماتيريال بتاعتها بس تكون اكبر من الكريتيكال انجل بتاعتها نفسها. يعني الفايبر اوبتكس وليكن ليها ان ايا كان الرقم مثلا 1.3 1.2 ايا كان، بجيب منه الكريتيكال انجل عادي
واكون منزل الباس اوف لايت بانجل اكبر من مين؟ من الكريتيكال. طب ما ده هيضمن انها طالما اكبر من الكريتيكال هتعمل توتالي انترنال ريفليكشن. ممتاز اللي قال. وبعد كده توتالي انترنال في توتالي انترنال في توتالي انترنال وهكذا لغايه ما تخرج لي من الناحيه الثانيه. انت متخيل انت لما تتحرك بالسرعه دي انت بتتحرك باي سبيد اوف لايت، يعني 300 مليون متر بير سكند، يعني معنى كده ان سرعه الويف بتكون عاليه جدا. وده اللي بيخلي الفايبرز دي لما بتستخدم في الكوميونيكيشن سيستم او في النت بتكون السرعات عاليه جدا. طيب احنا قلنا ده ما بيستخدمش عندنا كتير في مصر، بس بيستخدم عندنا في مصر في ناحيه طبيه اللي هي الاندوسكوبس. الاندوسكوبس دي اللي هي المناظير الطبيه في العموم. طبعا المنظار الطبي ده بيبقى المفترض ان هو بيدخل جوه التيشوز بتاعت البني ادم نفسه او الامعاء الداخليه ليه، يعني ماشي الكلام بالشكل ده. لو عايز اعمل فحص مثلا في بوينت معينه او القصص دي، بتبقى التيوب بالنسبه لي رفيعه قوي وبتعدي جوه لغايه ما توصل اضاءه للبوينت اللي انا عايز افحصها. طبعا في كيرفت، فانا بروح مخلي التيوب بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، كيرفت برضو معاه، واروح مدخلها هنا من جوه الباس اوف لايت عادي جدا بانجل اكبر من الايه؟ من الكريتيكال. توتالي انترنال 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 لغايه ما توصل للنقطه اللي انا عايز افحصها، وترجع مره تانية يقدر الطبيب ان هو يفحص المكان ده ببساطه. طبعا انا مش عايز اقول لكم ان موضوع الاندوسكوبس طبعا بالمفهوم الضعيف ده ما بقاش بيستخدم في دول العالم دلوقتي. بقى الموضوع ببساطه مجرد ان انت بتبلع كاميرا في النانو تكنولوجي في برشامه فيتامينز او حاجه، وبتقدر تصور بيها الكلام ده كله بدون طبعا حاجه لان احنا ايه؟ نبهدل المريض معانا بالشكل ده. تمام. في بوينت كمان مهمه جدا نبقى واخدين بالنا احنا منها، ان من ضمن بقى الاستخدامات اللي لازالت قائمه الى الان غير الاوبتيكال فايبر، وده مهم لانه بيتحط معاكم في مسائل وهنشوف زي ايه، حاجه اسمها الريفلكتد بريزم. ايه بقى موضوع الريفلكتد بريزم ده بالظبط؟ ركزوا بقى معايا شويه. وببساطه اللي عايزكم تفهموه يعني ايه كلمه مفهوم البريزم. مفهوم البريزم ببساطه هو عامل زي قطعه مثلا الجبنه المثلثات دي، مش هو شكل هرم ولا الكلام ده كله خالص. الموضوع ببساطه بص هنركز كده مع بعض واحاول ارسمه لكم بشكل مجسم كده سريع. البريزم بيبقى حاجه بالشكل ده كده، ركزوا معايا. لو بصينا هنلاقي انا عندي هلون لكم الاتنين فيس المختلفين دول. الفيس ده مثلا ده على شكل ايه؟ تراينجل، وده قصاده على شكل تراينجل اهو. يبقى اتنين تراينجل كده قدام بعض وبينهم كام ريكتانجل؟ لو ركزنا في ريكتانجل الاولاني، في ريكتانجل التاني، في ريكتانجل اللي هو الخارجي اللي من بره ده. يعني هو عباره عن اتنين تراينجل قصاد بعض بينهم 3 ريكتانجل موصلناهم ببعض. طيب ده الشكل المفهوم البريزم اللي احنا طبعا لينا حوار تاني معاه في الديفيجن. بس الريفلكتد بريزم هو بريزم بس التراينجل بتاعه ليه حاله خاصه. يعني الشكل الفيس بتاع التراينجل ده ليه حاله خاصه شويه. ايه هي يا عم الحاله الخاصه؟ ركز معايا كده. اولا هو رايت انجل تراينجل ده رقم 1، ماشي الكلام. ايسوسيلس ده رقم 2، يعني الانجل من هنا 45، الانجل من هنا كمان 45، ماشي الكلام. فوق ده وده معمول من نوع معين من الجلاس الان بتاعته 1.5. واحد هيرد عليا يقول لي يا مستر ما كل الجلاس الريفراكتيف اندكس بتاعته 1.5. الكلام ده مبدئيا مرفوض وما تحطوش في دماغك في امتحانات، لان تصنيع الجلاسز بتفرق من على حسب نسب الامبيورتيز اللي موجوده فيه. فممكن يحط لك 1.49 1.4 عادي جدا، لكن ده بيبقى معمول بجوده معينه بتديني الاندكس بتاعته ب 1.5. طب ما هو طالما اندكس بتاعته ب 1.5 ومن بره اير، يبقى انا ممكن اطبق الحاله اللي بتقول لي ساين الفاي سي، ايوه صح كده، على ساين ال 90 ايكوال ان 2 اللي هي الاير على الان جلاس اللي هي 1.5. وفي حاله زي كده هقدر اطلع الفاي سي ببساطه اللي هي بتطلع ابروكسيمتلي 42، هي 41.8 يعني ابروكسيمتلي 42. يبقى انا كده عرفت الريفلكتد بريزم ده خاصيتين او يعتبر 3 كمان. اول خاصيه عندنا ان احنا عندنا فكره ان هو ايسوسيلس دي بوينت رايت انجل عنده كريتيكال انجل ب 42. طيب يا ترى احنا عايزين ايه من البريزم ده بقى بالظبط؟ اول حاجه احنا عايزينه يعمل تشينج الباس اوف لايت. يعني ايه الكلام ده؟ ركزوا معايا. الطريقه دي بتستخدم زمان كانت في السبمارين، وحاليا الالمان بيستخدموها في عربيات المرسيدس والبي ام عشان يقدر يتحكم في الباس اوف لايت مع دوران العجله اللي قدام. تعالوا نشوف ازاي. يعني انا عندي بريزم اهو بالشكل ده، ركزوا معايا. وده طبعا ايسوسيلس زي ما اتفقنا، يعني الانجل دي والانجل دي 45. واروح بنزل له لايت راي بالشكل ده. طالما نازل بريبنديكولار يبقى هيعدي زي ما هو لغايه ما يوصل معايا للنقطه اللي هنا. طب تعالوا نحسب الانجل اللي هنا كده اللي هي الانسيدنس الجديده. دي 45 دي 45 يبقى دي كمان هتكون 45. طب ما دي طالما 45 والكريتيكال 42
يبقى دي كده اكبر من الكريتيكال، يبقى هيرفلكت، هيرفلكت بانجل كام يا عم؟ برضو 45. طب ما تكمله ال 90 من هنا 45، 45 45 يبقى التالتة بتاعتها 90، يبقى الراجل هيكمل زي ما هو. مرة تاني الراجل نازل نورمال اهو، تمام. قطعت انا النورمال ده كده عشان اطلع الانسيدنس الجديدة، طلعت معايا كام؟ 45. ليه؟ عشان التوزيعة بتاعت الانجل اللي موجودة هنا. ريفلكت يبقى بانجل 45. ريفلكت ليه؟ عشان اكبر من الكريتيكال. تكملة ال 90 من هنا 45 مع ال 45 يبقى تكملة الترينجل بتاعي 90، يبقى هيكمل زي ما هما. يبقى ببساطة انا دخلت اللايت هوريزونتال خرجته كده فيرتيكال، يبقى معنى كده ان انا عملت تشينج بانجل كام يا عم؟ 90. دي نقطة مهمة جدا تبقوا واخدين بالكم منها. طب ازاي هقدر اعمل؟ انا ممكن اعمل تشينج بطريقة تانية، ممكن اخليه يعمل تشينج بانجل 180. ازاي الكلام ده؟ ركزوا معايا. هنجيب برضو البريزم بتاعنا وهنحاول نكبره هنا برضو اكتر شوية، بحيث اللي ما خدش باله من حسابات الارقام المرة اللي فاتت يركز معانا هنا. ماشي، برضو ايسوسيلس 45 45، واللايت راي بتاعي هينزل بالشكل ده كده بريبنديكولار بس على الهايبوتنس المرة دي. طيب هضطر ارسم من هنا نورمال. طب الانجل دي مش 45؟ والراجل نازل من هنا بريبنديكولار يعني دي 90، يبقى تكملة الترينجل 45، يبقى هنا كمان 45 تكملة ال 90. دي لسه اكبر من الكريتيكال، ايوه اللي هي كانت كام؟ 42. طالما كده يبقى معنى كده ان هو هيرفلكت ولا مش هيرفلكت؟ ايوه ممتاز، هيرفلكت بانجل كام؟ برضو 45. حلو. طب مش هو ايسوسيلس اصلا؟ ماشي، ودي 90 وتكملة ال 90 من هنا 45. طيب ما كده ده تراينجل، التلاتة بتوع 180، 90 45 يبقى دي كمان 45. نرسم نورمال، يبقى الانجل اللي هنا كمان 45. هيرفلكت برضو، هيرفلكت لانه لسه اكبر من الكريتيكال. هنمشي معاه بانجل من هنا كام؟ 45. الانسيدنس قد الريفليكشن، ودي 45 عشان ايسوسيلس، ودي 45 تكمله ال 90. 45 45 يبقى التالتة بتاعتهم من هنا 90، يبقى الراجل هيكمل زي ما هو. مش ملاحظين حاجه؟ احنا كنا مدخلين اللايت اللي خلينا يخرج بالشكل ده، يبقى معنى كده ان انا عملت له شيفت او تشينج في الباس اوف لايت بانجل 180. يبقى دي نقط مهمه جدا كابليكيشن على الجزئيه دي، ان انت ازاي تقدر تعمل توتال انترنال ريفليكشن طالما انت في الميديم الدنسر. خدوا بالكم ان كل الحالات اللي حصلت دي حصلت في الميديم اللي فيها الان اعلى اللي هي ال 1.5. يبقى شرط اساسي بكرره اهو عشان وانت بتحل المسائل ما تتلخبطش. شرط اساسي وانت بتعمل اي حاله من حالات الكريتيكال لازم تكون جوه ان اعلى من الان اللي انت خارج لها. يعني ال N1 تكون اعلى من N2، او ال V2 هي اللي تكون اعلى من ال V1. ركزوا معايا، وفي خلال ان شاء الله يوم او اتنين من دلوقتي هينزل لكم الفيديو بتاع الديفيجن، بحيث ان انتوا تبقوا جاهزين ان شاء الله باذن الله لامتحان الشهر. والفيديو بتاع الديفيجن ده هيكون فيه نسبه حل كتير قوي، لان خدوا بالكم ان مسائل الديفيجن بتبقى مربطه الكريتيكال انجل، فوارد ان في الامتحان اصلا يحط لك المساله فيها الجزئيتين مع بعض. فركزوا معايا وتابعوا اول فتره اللي جايه دي، وان شاء الله ربنا يوفقكم.